انا طالع اتكلم في الفيديو ده على موضوع مهم، عايزك تركز معايا بالله عليك. الناس للاسف بتاخد المصالح ان هي سبوبه بتطلع منها او كمصلحه بتطلع منها بفلوس. يعني ما تتخدعش باي صوره مصغره تشوفها على اي فيديو، بيبقى ساعات مصور لك 100,000 جنيه، ما هو دول ممكن يكونوا فلوس جمعيه او ممكن يكونوا اصلا مش فلوس. المهم ان هو بيقنعك انه بالفلوس دي مثلا عملها من بيع كذا، او عمل حاجه في النت جابت له ملايين بل مليارات الدولارات. النت بيجيب فلوس بيجيب، بس في حاجه لازم تفكر فيها. انا مش عايزك تتخدع، ربنا خلق لك عقل تفكر بيه، تستوعب بيه الكلام. بمعنى ايه؟ يجي يقول لك مثلا ايه، لعبة لو لعبتها هتكسب في الشهر ما يقارب 100,000 جنيه. طب انت عقلانيا كده يا اخي اسأل نفسك سؤالين. يعني حاجة انا دي حاجة من ضمن 100 حاجة. لما انا دلوقتي بلعب، ازاي انا مثلا بلعب وباخد في اخر الشهر مليون جنيه؟ اما صاحب اللعبة دي بياخد كام؟ طيب تمام. طب هل يا محمد، طب ما انت بتقول النت فيه فلوس، طب ما انت كان معنى كلامك ان النت ما فيهوش؟ لا استنى بقى عليا، النت في فلوس. انا بتكلم على الفلوس اللي تخليك تعيش حياة كريمة. انا مش عايزك تاخد دولار 2 دولار في الشهر وتسمي نفسك بتكسب فلوس من النت. اليوتيوب بيجيب فلوس، الدروب شيبينج او التجارة الالكترونية بيجيب فلوس، بيعك للخدمات زي على موقع فايفر او موقع ابورك او موقع الحاجات اللي انا قلتها لك دلوقتي دي من خبرتي المتواضعة بتجيب لك فلوس، ولكن على المدى البعيد. عيب الحاجات اللي انا قلتها دي ان هي بتجيب فلوس ولكن على المدى البعيد، تصبر عليها ما لا يقل عن 6 شهور او سنه، بتبدا تلاقي مقابل يعيشك حياه كريمه، يعيشك حياه فعلا تصلح كحياه. انما مثلا انك تحمل لعبه وتاخد قصادها 5 دولار والكلام ده ما فيش منه خالص يا جماعه. والله العظيم اللي بيقول لك كده بيضحك عليك، ما فيش حاجه اسمها كده نهائي يعني. فانا عايزك تفكر عامل زي المشروع بالظبط، انت بتحط الزرعه وبتقعد تسقي فيها، ولكن لا النت بيجيب، لا النت بيجيب. طب انت يا محمد خدت فلوس من قناه اليوتيوب دي؟ قناه اليوتيوب دي بالتحديد ما خدتش منها لان لسه ما حققتش ربح فيها، ولكن كان في عندي قناه قبلها كنت باخد منها ربح، كان ربح كويس جدا كمان. فالنت بيجيب بيجيب، ولكن عايز طول صبر، عايز صبر. عندك اوبشن الصبر، انا بقول لك خش يا باشا برجلك اليمين واعتمد وهتدعي لي. لكن ما عندكش صبر، النت مش في ان الجو عفره وهوا، فعشان كده ربنا يستر بس على الصوت، انا ده اللي قاليني. بس ده كانت حلقه النهارده. طبعا يا ريت لو الفيديو عجبك هتلاقي زرار السبسكرايب تحت الفيديو، سيب لنا كومنت، سيب لي كومنت عن اي موضوع عايزنا نتكلم فيه، والسلام عليكم. باي باي يا شباب.